السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاية وهقص متر للخداديتين. المتر ده هيديني ايه؟ هيديني خداديتين وهيديني القلاب بتاعهم. تمام كده. طيب انا عايزة كام للخدادية؟ عايزة متر. المتر ده بقى هقصه ازاي؟ نيجي للخدادية زي ما انا معايا متر، هقص الخدادية الاول كام؟ الخدادية بتبقى 55 في 75، فانا هقص كام للخدادية؟ هقص 75. ال75 دول هيدوني خداديتين. ازاي؟ هقولكوا ازاي. ادي 75 اهو، 75 واقص الزيادة. ادي الجنب اهو اللي انا قصيت منه من عند التانية اللي انا قصيت من 75. طيب بروح عاملة ايه؟ بيبقى معايا بقى طول القماش اهو كده، بروح انا بس تانية مطبقاها كده، بتروح مدياني خداديتين. هروح مطبقاها تديني خداديتين، هتبقى 55 في 75 اللي انا واخداها. اهي هنقيسها كده مع بعض بعد ما طبقت بعد ما طبقتها اهي. يعني الناحية دي اللي هي 75 اللي احنا خدناها، جيت مسكت القماش رحت مطبقاه كده على 2 عشان يديني خداديتين. هيديني ادي خدادية بتبقى وش وظهر، وادي الخدادية التانية بتبقى برضو ايه؟ وش وظهر. طب نيجي نقيسها كده. انا يا بنات عندي القماش وهو متني كده، وهو متني من عند راجل كده، لو جيت اقيس العرض بتاعه هلاقيه كام؟ هلاقيه 110. احنا عارفين ان عرض القماش 240، احنا عارفين اساسي ان عرض القماش 240، بس هما احنا بنبقى جايبينه متطبق، فبيبقى قدامنا العرض كام؟ بيبقى قدامنا احنا وهو متطبق العرض 110. علشان كده انا لما باجي اطبق الخدادية بعد ما اقص ال75، فانا جيت طبقت الخدادية بتاعتي كده من عند الجزء اللي هو 110، فالمفروض هيديني خداديتين. خداديتين ايه يعني؟ 4 طبقات، هيديني 4 طبقات. كل طبقة كام؟ هتبقى 55 سنتي. انا اداني 57 سنتي في وفر في القماش، فانا ممكن اسيبها ال2 سنتي دول، ممكن ايه اخليها 55، بس اساس الخدادية زي ما احنا عارفين 75 في 55. يبقى انا كده قصيت خلاص الخدادية. يعني عرفنا ال75 ادينا خداديتين، بتبقى 75 في 55. نيجي بقى للقلاب. عايزين قلاب قد ايه؟ عايزين قلاب انا بعمله اقل حاجة 25 سنتي، فهو احنا اخدنا 75 كده كده هيتفضل معانا من متر 25 سنتي. ده بيبقى للقلاب. بيبقى بعمله ايه؟ بيبقى للقلاب ده بيبقى قد ايه؟ بيبقى طوله كده 55 في القص اللي احنا خدناه اللي هو 25 سنتي. 25 في 55 ده القلاب. طبعا هو بتبقى عندك الحتة اللي انتي قصتيها كبيرة، بيديكي ايه؟ هيديكي قلبين للخدادية وهيزيد كمان، بس هو ايه؟ احنا محتاجين 2 للخدادية اهو. بجيب بقى الخدادية بتاعتي دي، ممكن بروح بقى شقها علشان تديني خداديتين، او بروح شقها من هنا، بروح شقها كده من هنا، فيبقى معايا خداديتين. كل خدادية بتبقى ايه؟ وش وظهر، طبقتين. كل خدادية وش وظهر، دي وش وظهر ودي وش وظهر. اما باجي اما باجي اقص القلاب، انا لو انا هسيب بروح جايبه القلاب، بروح جايبه كده وقايسه عليها. بص زي ايه؟ طلعت قدها بالظبط نفس المقاس. بروح جايبه القلاب كده واروح قصه على قد الخدادية بتاعتي. يبقى ادي الخدادية وادي القلاب اهو. اخليه يبقى ايه؟ يبقى كده مقاسه مقاس الخدادية من يمة ال55 سنتي. ممكن اروح حاطاه كده عليه واروح قايسه. وخدادية
بصي هنا يا بنات، بعد ما قصيت الخدادية، انا الخدادية بتاعتي هتبقى الوش مشجر والظهر من السادة، فانا هعملها ماتشنج بين السادة والمشجر. الحتة اللي معايا دي يا بنات اللي هي السادة دي بوريها لكم، اللي انا واخداها من المخدة. دي بتبقى الحتة اللي هي طالعة من المخدة بعد ما المخدات بعد ما اقصها، دي طلعت حوالي 54 سنتي. بعمل فيها ايه بقى؟ بطول الخدادية بمسكها ايه. طبعا انتوا عارفين انا معايا المشجر بيبقى حتتين والسادة هيبقى حتتين، فانا هعمل ايه؟ فانا هخلي المشجر حتة من المشجر وحتة من السادة مع بعض، بحيث يبقى الوش مشجر والظهر سادة. آه، زي ما انتم شايفين كده اهو. انا قسمت المشجر اهو، خليتها حتتين، والكحلي ده برضو هشقه اخليه برضو ايه، هيبقى معايا حتتين عشان مكنتش شقتها لسه. فانا هشق الكحلي ده اهو. انتوا عارفين يا بنات ان احنا لما بنقص المخدات بيطلع معانا الحتة دي، فالحتة دي انا حبيت ان انا ايه اعمل الخداديات ماتشنج، يبقى ايه وش لون وظهر لون. اهي انا حطيت السادة مع المشجر، كل حتة مع التانية، او كل حتة مشجر وحتة سادة، ماشي كده. واحاول اظبطهم وايه واشوفهم ايه المقاسات تبقى مظبوطة ولا ايه. هو طبعا ان شاء الله هتبقى مظبوطة يعني، حتى لو فرق سنتي ولا حاجة مش مشكلة. ده بقى ايه؟ ده بقى القلاب دون بنحطه ازاي بقى، بنركبه ازاي؟ عشان دي الحته اللي انتوا بتسالوني دايما عليها. القلاب دايما بيتركب على وش الخداديه، بركبه القلاب على وش الخداديه. بس اول خطوه بعملها ان انا ايه، بتني زي ما انتم شايفين كده، بتني الحرف بتاع القلاب، بتنيه تانية رفيعه كده حوالي صباع. بعد ما تنيته اروح مركباه بروح مركباه بقى على وش الخداديه. يبقى القلاب خلينا متفقين بيتركب على وش الخداديه، او حطيته على وش الخدادية. طبعا حطيت الوش على الوش وقفلتهم مع بعض على المكنة. او بعد ما قفلتهم هو افتحها، بص لما فتحتها اهي شكلها حلو اهي من جوه مظبوطه. اهي تاني حاجه بقى، ده الظهر بتاعي اهو اللي هو من اللون الكحلي. اول حاجه برضو هتني الحرف بتاعه. فانا هنا بوريكم يا بنات ان انا كنت عامله الخيط ابيض، فطبعا ادام انا هتني الحته الكحلي دي فمحتاجه ان انا اغير الخيط. فهغير الخيط، هخلي الخيط بتاعي من اللون الكحلي، علشان خاطر اتني يبقى شغل نضيف، شغل مصانع، يبقى اللون الخيط بتاعي بلون القماش. فانا هنا هتني الحرف، وبرضو بتني حوالي كده صباع، يعني بتبقى التانية رفيعة متبقاش تانية كبيرة. بتنيها كده الاول، بعد ما اتنيه بقى بروح ايه مظبطاها على الخدادية زي الوش زي ما انتوا شايفين قدامي اهو. الوش هو اللي قدامي اهو بتاع الخدادية بتاع المشجر، بروح حاطه عليه الظهر، ده الظهر اهو. يعني بروح حطاهم كده ايه على بعض. انا هنا بشوف ايه هي مظبوطه من تحت ولا ايه، المقاسات مظبوطه ولا ايه. لو لقيت في حته زياده عادي بقصها، لو لقيت في حته زياده من الكحلي ولا حاجه من الساده ده زياده بروح اقصها عادي. اهم حاجه ان انا اخلي الاتنين يبقوا قد بعض، واحنا كده كده واخدين المشجر مقاسه مظبوط، فايه اهم حاجه ايه اظبط على المشجر عادي مش مشكله. او انا ركبت الظهر اهو، حطيت الظهر هنا او على وش الخداديه. اروح بقى بص الحركه دي، بروح قلب عليهم القلاب، بروح قلب عليهم القلاب واروح مخيطه. انا هنا برضو هضطر ان انا اغير الخيط تاني، يعني عشان انا عندي الظهر هيبقى ابيض والوش هنا اللون الكحلي، فانا هظبط الخيط باتجاه ايه القماش. يعني مع لو الابيض اخلي ايه، يبقى الخيط من فوق ابيض ومن تحت، لو الظهر كحلي يبقى اخلي الخيط من تحت يبقى اللون الكحلي، بحيث ان انا يبقى الخيط بتاعي ماشي مع لون القماش، عشان خاطر
بس يبقى ايه الشكل نضيف. هي فيها تعب بس الشكل في النهاية هيبقى نضيف. هنا يا بنات انا خلصت كده، خلصتها. وبعد ما خلصتها قلبت الخدادية ومشيت عليها كده من بره خياطة كده علشان خاطر ايه الخدادية بتاعتي تبقى نضيفة من جوه. انا الحتة دي معلش ما ظهرتش في التصوير وانا بخيطها كده من بره. انا هنا بوريها لكم ايه من جوه تبقى نضيفة. الحركة دي اللي انا بمشي على الخياطة من بره دي بتخلي الخدادية من جوه نضيفة. معلش الحتة دي ما جاتش، فهنا ان شاء الله هنا انا خلصتها كده.